شفت بوست للأستاذ صلاح أبو المجد. الحقيقة بوست ضايقني جدا واستفزني. أنا مش عاملة فولو لأستاذ صلاح، بس لقيت أصدقاء كتير عندي على الوال عاملين شير لبوست معين كده هو كاتبه من كام يوم، فحابة أتناقش فيه مع حضراتكم من منظور تربوي. أستاذ صلاح أبو المجد بيعرف نفسه على صفحته على إنه رائد أعمال، ومن فيديوهاته اللي شفتها له كده غالبا هو بيشتغل في التدريب، سواء تدريب بشكل عام او تدريب ناس متخصصين في السيلز او كده. دي الفيديوهات اللي عدت قدامي واتمنى منه انه يعذرني لو معرفتش بالظبط هو شغال في ايه. وشفت كمان او بشوف على صفحته نصايح عامة وحاجات ايجابية ومشجعة وحاجات ممكن تتصنف على انها تنمية بشرية يعني. البوست اللي ملفت للنظر اللي حابة اتناقش مع حضراتكم فيه النهاردة بيقول ايه، انا هقراه نصا. بيقول: لو انت راجل في الثلاثينات ومعاك مؤهل عالي وعندك نت ودخلك السنوي أقل من نص مليون جنيه، تبقى بتظلم نفسك ومقصر في حقها. والله العظيم ولا بضايقك ولا بنظر عليك ولا عايز أعيش عليك دور الناجح اللي بيقولك تصحى الفجر تاخد دش ساقع والجو الحمضان ده، ولا بقولك انت ليه مش بتستقيل وتفتح البيزنس بتاعك والكلام ده. بس انا عايزه اقولك انك مقصر في حق نفسك وظالم لنفسك بايدك، واللي معطلك حاجه من ثلاثه. الحته اللي جايه دي اكتر حته بصراحه استفزتني وضايقتني جدا. يا اما الكبر، بتكابر تاخد معلومه من ناس تانية ويعني وشرح للكبر. يا اما الكسل والشماعات، عمال تتحجج ان هي مش سهله وظروف الدنيا والظلم والكلام ده. يا اما الغباء والجهل، وهو انك بتعمل نفس المجهود ومستني نتيجة مختلفة، وبيشرح ايه هو الغباء والجهل من وجهة نظره في الحتة دي. انا هتكلم عن البوست ده من 3 نقاط. اول نقطة المنطق، تاني نقطة البنش مارك، ايه العتبة، ايه المكان، ايه العلامة، ايه البنش اللي المفروض اعديه من وجهة نظر استاذ صلاح. والحاجة التالتة الأمثلة اللي ذكرها بعد ما حصل هجوم وانتقاد وتريقة على البوست، فهو راح عامل تعديل وحاطط فيه أمثلة من ناس هو يعرفهم، آه، يعني دخلهم بيتعدى ال 500 ألف جنيه في السنة، اللي هو يتعدى تقريبا ال 40 ألف جنيه في الشهر. أول حاجة المنطق، فكرة إني أحط هدف عالي وصعب، وأظن إن حضراتكم هتتفقوا معايا إن 500 ألف جنيه في السنة أو 40 ألف جنيه شهريا ده هدف عالي وصعب، مش سهل خالص. ففكرة إني أحط بنش مارك عاملة كده وأبص للي تحتيه أو للي ما حققوش إن هو يا متكبر يا كسلان يا غبي وجاهل، ودي بالظبط الألفاظ اللي أستاذ صلاح استخدمها. يعني أنا نفسي أقول له: ما هذا يا سيدي الفاضل؟ أنت بتقول إيه؟ أنت بأي حق بتتهم اللي ما حققش المبلغ ده إنه متكبر وغبي وجاهل ومكسل؟ يعني حضرتك جبت الكلام ده منين؟ وبعدين ايه الفكرة ان انا احط هدف، وهنتكلم عن منطقية الهدف ده في النقطة التانية، لكن احط هدف وابص كده نظرة تعالي ونظرة تقليل من قيمة اللي ما وصلوش، اللي ما وصلش للهدف ده، وتسفيه من مجهوده واشتمه. انا يعني مع احترامي لحضرتك الالفاظ اللي انت مستخدمها دي الفاظ شتايم. لما اقول لحد انت غبي ولا انت كسلان ولا انت جاهل ومتكبر، دي الفاظ ترتقي للشتيمة. ف يعني هي الطريقة دي ادبيا او علميا تتصنف فين، تتحط فين؟ يعني لو هفترض ان حضرتك مدرب، وسامحني تاني ان انا مش عارفه بالظبط حضرتك بتشتغل ايه، او تعالى نتفق انك رائد اعمال ومدرب ويعني موتيفيشنال سبيكر، هو يعني من المنظور التربوي اللي انا متخصصه فيه الحاجات دي تعتبر اساءات، وما اظنش ان في طريقه تربويه علميه مدروسه بتقول ان انا عشان احفز واحد ولا عشان اشجعه يروح لهدف معين اقول له انت متكبر وكسلان وغبي. ويعني بصراحة أنا لو منك أعتذر، حتى لو هدف البوست نبيل إنك عايز تشجع الناس، أنا لو منك أعتذر على فكرة إن أنت بتشتم الناس بالطريقة دي أو بتوصفهم بالأوصاف دي وبالألفاظ دي بدون أي وجه حق. الحاجة التانية بالعقل كده، هو حضرتك جبت منين البنش مارك بتاع نص مليون جنيه في السنة ده؟
يعني حطيته على اساس ايه؟ يعني ليه مش مليون؟ ليه مش 100,000؟ ليه مش 350,000؟ هل في منهجية علمية، في scientific methodology ما حضرتك استخدمتها وشايف مثلا متوسط الدخل كام، واللي بيشتغلوا بياخدوا كام، والمفروض عشان اوصل مثلا لشركة من اللي بيدوا المرتبات بتاعت 40 و50 الف جنيه في الشهر دي المفروض يبقى عندي قد ايه، واصلا متوسط دخل اسرتي قد ايه، وبحتاج تعليم عامل ازاي؟ هل في ميثودولوجي ما، هل في ريسيرش ما حضرتك بترتكز عليه عشان تحط 500 ألف جنيه في السنة واللي تحتها يبقى متكبر وغبي وفاشل وكسلان؟ ولا هو رقم حلو كده بنضربه وخلاص؟ أنا بصراحة ما عنديش علم انت حاطط الرقم ده على أساس ايه. وبعدين معلش يعني، هو مثلا اللي بياخد 30 ألف جنيه في الشهر أو اللي دخله 30 ألف جنيه في الشهر ده ينطبق عليه الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي؟ طب حضرتك عارف متوسط الدخول قد ايه؟ طب حضرتك عارف اللابتوب اللي حضرتك بتقول يبقى عندك ده بكام دلوقتي؟ ما علينا، خلينا يعني ندخل على النقطة الثالثة. النقطة الثالثة الأمثلة. حضرتك لما جه انتقاد كتير وتريقة على البوست ده يعني بتنتقد فكرة ان انت يبقى راجل ومعاك نت وعندك مؤهل عالي وعندك لابتوب، دي الاربع شروط اللي انت حاططها. تلاتينات، معاك مؤهل عالي، عندك نت، 3 شروط. فما جه انتقاد على البوست ده حضرتك رحت عامل تعديل وحاطط امثله، طبعا بصرف النظر عن الامثله دي لا ترتقي انها تكون يعني علميه او ليها اي مصداقيه، لان حضرتك مش حاطط اي حاجه تثبتها. فحضرتك بتقول نصا: اعرف فوق ال100 شخص موظفين عادي في بنوك وشركات وتحت ال40، دول يعني من الناس اللي دخلهم بيزيد او بيوصل ل 500 الف جنيه في السنه. طب تعالى ناخد البنوك. بالله عليك حضرتك عارف صعوبة الشغل في بنك عامل ازاي؟ هل كل المؤهلات اللي بيحتاجها اي شخص في مصر، تعالى نتكلم في مصر، عشان يشتغل في بنك فيوصل يوصل مرتبه ل 500 ألف جنيه في السنة، هو انه يبقى راجل وفوق ال30 ومعاه لابتوب وعنده نت؟ هي دي بس المؤهلات؟ هو حضرتك عارف في كام ألف واحد سنويا بيدخلوا الامتحانات بتاعت البنوك، وكام واحد منهم بينجح، وكام واحد منهم بيستمر لحد ما يوصل للدخل اللي حضرتك بتقوله ده؟ هي فكرة البنوك دي فكرة عادية مثلا؟ يعني أي حد فوق ال30 ومعاه مؤهل وعنده نت، معاه مؤهل عالي بكالوريوس تجارة مثلا، هل يعني معلش حضرتك عارف كام واحد بيتخرجوا من تجارة كل سنة؟ عارف كام واحد منهم بيشتغلوا في بنوك؟ وعارف كام منهم بيسقطوا في الامتحانات؟ وناس ما نقدرش نقول عليهم اي حاجة وحشة، دي ناس مجاهدة وبتحاول وبتسعى وعايزة تحسن من دخلها، يعني لا فشلة ولا متكبرين ولا كسلانين ولا جهلة زي ما حضرتك بتوصفهم. فمعلش ما ينفعش نقول الشغل في بنك ونعتبره حاجة عادية كده وسهلة. وانا بكلم حضرتك من واقع خبرة، انا بفضل ربنا انا يعني اشتغلت في شركات اجنبية، انا اكس بي ان جي واكس هاينز، واشتغلت كمان بفضل ربنا في العمل الخيري. فانا بفضل ربنا اتعرضت لناس كتير جدا من مستويات اجتماعية وعلمية ومادية مختلفة. فانا بكلمك بثقة عن انك يبقى دخلك 40 ألف جنيه في الشهر، دي حاجة يعني محتاجة شغل عامل ازاي، وبترتبط، وما ينفعش نجهل ده، بترتبط بظروف عاملة ازاي. فمجرد ان انا احط انه مؤهل عالي ونت ولابتوب توصلك للحاجات دي، ولو ما وصلت لهاش تبقى فاشل وجاهل وكسلان والكلام ده، انا برفضها بصراحة تماما. المثال التاني اللي حضرتك بتقوله: اعرف مهندسين متخصصين في جزء ادارة المشاريع بيعملوا الارقام دي من بدري. البروجكت مانجمنت في الهندسة من اعلى واصعب الشغلانات، وعشان مهندس يوصل لانه يبقى بروجكت مانجر ده بيحتاج تعليم عامل ازاي، بيحتاج مهارات شخصية عاملة ازاي، بيحتاج ظروف عاملة ازاي، فرصه في ان هو يوصل لبروجكت مانجمنت في شركة هندسية دي عاملة ازاي. ونسبة كام في المية من الشعب المصري بيشتغل فيها. فمع احترامي الأمثلة اللي حضرتك بتقولها، لما تقول أعرف كذا حد أعرف كذا حد، هم كذا حد دول بيمثلوا كام في المية من ال100 مليون علشان يكونوا قاعدة حضرتك تبني عليها بوست؟ فلما تعرف كذا حد، يعني لو جمعت كل الأمثلة اللي حضرتك بتقولها ما يجمعوش 300 400 واحد فرضا، ده على أقصى تقدير يعني.
هل ال 300 400 واحد اللي حضرتك تعرفهم دول لو افترضنا ان هم فعلا بالعدد ده، هم دول اللي نبني عليهم قاعدة نمشيها على 100 مليون؟ ده لو مصر بس، مش هقولك الوطن العربي. فنخلي الباقي جهلة وأغبياء، ومش عايزة أقول ألفاظ أنت ما قلتهاش، كبر، متكبرين، كسلانين، بيستخدموا الشماعات عشان يبرروا عليها ظروف الدنيا والكلام ده. يا إما أغبياء وجهلة على 300 400 واحد نحط قاعدة زي دي. لا والله، يعني بعتذر لحضرتك، الكلام ده مش علمي ومش صح، وزي ما بقول لك بأمانة أنا لو منك أعتذر. والحقيقة ان في ظروف خارجة عن إرادة الإنسان ممكن تخليه ما يوصلش للحاجات دي، رغم ان هو ممكن يبقى معاه مؤهل عالي ولابتوب وعنده نت. يعني هنبقى بنغمي عينينا لو أغفلنا ان في ظروف ممكن تخليك بتسعى، او تكون انت بتسعى وبسبب الظروف اللي فعلا خارجة بره إرادتك تخليك ما توصلش. فاغفالها ما يخلينيش لا كسلانة ولا فاشلة ولا متكبرة ولا الحاجات دي. وبعدين حتى التدريب اللي حضرتك اعتقد ان حضرتك متخصص فيه، خلينا نقول ان هو مكلف، هو مش سهل. ان عشان تدور على تدريب فعلا يفيدك وفعلا ينقلك نقلة في حياتك العملية مكلف ومش سهل، وسامحني في نصب وكلنا عارفين ده. فمعلش يعني الفكرة دي مش منطقية خالص. انا كل امنيتي ان احنا ما نسفهش من رأي حد او من مجهود حد، وما نتفهش من سعيه، وما نحبطوش، وما نبصلوش من فوق كده نظرة فوقية اللي هو انت يا اللي ما حققتش 500 ألف جنيه رغم ان انت مؤهل عالي ومعاك نت ولابتوب. بلاش النظرة الفوقية دي لانها مش هتوديه في اي حتة ايجابية. لو انا بفترض ان انا موتيفيشنال سبيكر وترينر وعايز الناس توصل لحاجة احسن من اللي هي فيها، لان انا شفت ناس كتير وبشوف كل يوم ناس بتجتهد وناس بتبذل مجهود وفعلا عندها طموح ومش كسلانة ومش غبية ومش جهلة ومش متكبرة ابدا ابدا. انا مش عارفة المصطلحات القاسية دي حضرتك بتطلقها بأي حق، وما وصلوش لل 500 ألف جنيه ولا ربع اللي حضرتك بتقوله ده. ومش عشان هم وحشين ولا جهلة ولا متكبرين ولا الحاجات دي خالص. يعني ف 500 ألف جنيه ده رقم كبير جدا، وأنا بقول بمنتهى الصراحة رقم كبير جدا إن يبقى عندك دخل 40 ألف جنيه في الشهر في بلد زي مصر. وبعدين في نقطة برضو حضرتك بتقولها، إنك بتقول أنا مش جاي بقى أتكلم اللي هو تصحى الفجر وتاخد دش ساقع والجو الحمضان ده. أقول لك حاجة، يا ريتك كنت قلت كده، يا ريتك كنت قلت لنا نصايح ازاي نوصل للرقم ده. يا ريتك كنت بدل ما تقول لنا امثله مجهله كده، اعرف حد اعرف حد اعرف اشخاص اعرف بنتين هنا اعرف 100 مهندس هنا، بدل ما تقول لنا الكلام ده طب قول لنا عملوا ايه عشان نحاول نعمل زيهم. عارف لو قلت لي اصحي بدري وخدي دش وانزلي اصحي، كنت يعني البوست كان هيبقى ليه مصداقيه عندي، علشان هيبقى بيديني خطوات عمليه، خطوات اكشنبل ستيبس تخليني اعرف الناس دي وصلت ازاي عشان اوصل زيهم. يا رب كلنا يبقى داخلنا 40,000 و100,000 جنيه في الشهر، بس قولي ازاي. لكن ما تقوليش انت جاهله ومتكبره وغبيه وكسلانه. فانا كان نفسي ان حضرتك بخبرتك تقول لنا الناس دي وصلت ازاي، وانك ما تشتمناش وتقول لنا ان انتوا طالما ما وصلتوش تبقى انتوا اغبياء وجهله ومتكبرين وكسلانين. وبعدين خليني بقى اخر حاجة اتناقش في الموضوع ده مع حضراتكم من منظور تربوي. حلو ان كل اب وام يشجعوا ولادهم المراهقين بالذات، ده يعني السن اللي انا بتكلم فيه، انهم يبقى عندهم طموح وعندهم هدف. وانا عارفة ان الامهات والاباء الافاضل اللي حريصين على تربية ولادهم تربية سوية ونفسهم ولادهم يبقوا ناجحين ومؤثرين في المجتمع، فعلا بيهتموا بحتة ان ابني يبقى عنده طموح ولا بنتي يبقى عندها حلم نفسها تحققه. بس في هنا وقفة، والبوست ده بيفكرنا بيها. هو الهدف ده هل منطقي اولا؟ ثانيا هعمل ايه لو ابني او بنتي بذلوا مجهود بس ما وصلوش لظروف فعلا خارجة عن ارادتهم؟ والناس الافاضل اللي بيحضروا معايا اللايف بيشوفوا ولاد وبيحكوا لي عن ولادهم وهم بيذاكروا وبيحاولوا، يجي يوم الامتحان يتعب، يجي يوم الامتحان يجي له سؤال صعب قوي ما يعرفش يحله، بس الولد فعلا ما قصرش او اتلخبط او تعب او نسي، او مثلا في امتحان زي امتحان الماث
فقد تركيزه لكام ثانية فحط بلس بدل ماينس في المسألة كلها طلعت غلط، بس والله ما أثرش في المذاكرة. رد فعلي أنا هنا كأم إيه وكأب بعمل إيه؟ هل بحسسه إنه فاشل وأقول له أنت كسلان وغبي ومتساهل ومتكبر والكلام ده، ولا لأ؟ وإيه إحساس الولد ونفسيته هتتأثر إزاي، وحبه لبذل المجهود هيتأثر إزاي لما أكلمه بالتعالي ده وبالطريقة دي؟ ف انا تاني والله يا استاذ صلاح، يعني بدعو حضرتك للاعتذار عن اللغة المتعالية اللي فيها اساءات لفظية لالاف ويمكن ملايين الناس في مصر، بس بيحاولوا وبيسعوا وبتنطبق عليهم الشروط اللي حضرتك بتقولها دي على فكرة، ومحققوش ربع الرقم اللي حضرتك بتقوله. وادعو كل اب وام حريصين على تربية ولادهم وعلى ان هم يبقوا ولاد اسوياء صالحين نافعين لنفسهم ولبلدهم ولمجتمعهم، انهم ما يتعاملوش بفكرة ان انا احط لهم بنش مارك عالي قوي ولو ما حققوهوش يبقوا فشلة وجهلة وكسالى ومتكبرين والحاجات دي.